النهارده هنجرب معاكم مطعم جديد اسمه توربت. والمطعم ده يا جماعه لسه فاتح جديد بقاله اسبوع، يعني كان الافتتاح بتاعه من قيمه اسبوع عندنا هنا. المطعم ده بيعمل بقى فرايد تشيكن كده وحاجات جديده، فقلنا النهارده هنجربه معاكم وهنشوف ايه الجديد اللي عنده. وكان الاسبوع الافتتاح بتاعه كان من اسبوع، هو ليه 3 فروع تقريبا كده. ده اول فرع اللي عندنا في السوق. جبنا بقى من عنده شويه حاجات، والغريب من كده ان هو بيعمل المطعم فرايد تشيكن، بيعمل يعني وجبات جمبري وبيعمل كفته وشغل من ده. اول مطعم يعني فرايد تشيكن بيعمل الحاجات دي، بس تغليف حلو يعني. مبدئيا التغليف 10 على 10 السندوتشات. هو لسه فاتح جديد بقاله اسبوع بالظبط. دي الحاجه اللي احنا جبناها، احنا جبنا من عنده كذا وجبه كده، فيعني في حاجات جديده كده ومختلفه، وعامل وجبات جديده يعني فرايد تشيكن. مطعم فرايد تشيكن بيعمل جمبري وكفته وشيش طاووق وكده. اول مره اشوفها. فاحنا جبنا ايه الفرايد تشيكن وجبنا معاه حاجات جديده ومختلفه، فاحنا هنجربها مع بعض وهنشوف بقى مطعم توربت هل فعلا يستاهل التجربه. احنا اول مره نجربه ولا لا. وصلوا في ده 5000 لايك، ويلا بينا هنبدا باول حاجه. اول وجبه وهي وجبه 4 قطع فرايد تشيكن. هو مبدئيا التغليف حلو كده، ونبدا ونقول بص هو بينزل معاها بطاطس، وبينزل معاها 2 عيش، 1 توميه، 1 كول سلو. الوجبه 4 قطع عن صدر ودبوس وكيله وجناح وبطاطس. نبدا باول حاجه الصدر. ماشي. طلع لنا بقى الصدر كده. بصوا بقى يا جدعان، انا عايز اقول لكم حجم الصدر قد ايه. كبير كده مش سخن، خلي بالك. بصوا يا جدعان، طلع لسه سخن. الفراخ من جوه بيضه ونضيفه، وانا عايز اقول لكم ان ديت سبايسي، بس مش عارف السبايسي بتاعهم بقى هيبقى سبايسي كده قوي ولا لا. بس باين جوه. هو باين عليه من جوه، يعني التتبيله الواصله من جوه، بس احنا عايزين نشوف بقى الطعم من جوه عامل ازاي. يلا نبدا ونقول بسم الله. بسم الله. الصدر دايب خالص. فراخ حلوه قوي وسبايسي قوي حراق يعني. الصدر دايب، اول مره اشوف الصدر دايب كده. حلو. فراخ حلوه بصوا نضيفه من جوه كده، التتبيله واصله فيها لجوه، طعم التتبيله واضحه. انا عايز اقول لكم بس هو في عيب، بس الواحد يعني الكراست من بره ضعيف شويه، يعني بصوا يعني هو طري شويه عشان سخن، ممكن عشان مثلا التغليف وكده والطريق. فهي بقى ايه بقت طريه، لكن انا عايز اقول لكم ان هي مش شاربه زيت خالص يا جماعه والله الصراحه يعني. والفراخ من جوه طعمها حلو قوي. ندوق بعد كده بقى ايه، نخش على الكول سلو. نقول بسم الله. بسم الله. عمرك كده عايز شويه عسل. هو يعني ايه عايز شويه عسل، هم شويه سكر، مش عسل صغير، بس هو يعني مش وحش، شغال يا جماعه. ندوق التوميه لوحدها. ده التوميه حلو، التوميه عجباني اكتر من الكول سلو. حلو صح. ندوناش البطاطس. زي ما ندوق بالعيش. هما البطاطس تقريبا حاطين عليها بهارات وكده. حاطين عليها تتبيله البطاطس. حلو جميل. انا عايز اقول لك البطاطس دي حتى كنتوا كلتها هناك هتبقى مقرمشه. يعني هي بصوا يا جماعه، هي يعني بص محافظه على نفسها طول الطريق، فهي حلوه لحد دلوقتي. هي بس عيب التكوين ان هو لما بيبقى سخن وجاي في التغليف الحاجه ناشفه بتبقى طريه. طب بالك نجرب الدبوس، عشان الدبوس معظمه بيبقى فيه دم. نشوف ماشي. بقى لو تست عالي ولا اي كلام. هو فعلا هو يعني ايه الدبوس، احنا ايه في المطاعم، في معظم مطاعم الدبوس بتاعها بيبقى فيها دم، فاحنا برضه هنجرب الدبوس كده عشان يبقى احنا جربنا الصدر والدبوس. احنا هنفتح كده اهوت يا باشا. انا عايز اقول لكم لا الفراخ من جوه نضيفه الصراحه. بص الفراخ من جوه نضيفه، مفيش دم. العظم بتاع الفراخ من جوه نضيف اصلا، ابيض، مش عظم اسود ولا اي حاجه. طيب دوق كده يا روما. بسم الله. هي حلوه، ما حلو. بس انا اللي عليه بس اللي هو ايه الكراست من بره هو اللي ايه طري شويه، فانا مش عارف هو من التغليف ولا هو من عندهم. لا هو من التغليف عشان انت جاي في السكه. ماشي نخش على الوجبه اللي بعديها. يلا بينا. يلا بعدها وجبه 5 قطع تندر مع رز بسمتي او ستريبس مع رز بسمتي. بينزل بقى معاها هنا برضو توميه، 1 عيش، وبينزل برضو معاها بطاطس. ده 5 1 2 3 4 5 قطع. حجم الستريبس حلو قوي. معانا برضو رز بسمتي. يلا ندور رز بسمتي الاول. بسم الله. بسم الله. طعمه جميل بصراحه، بس القرفه فيه كتير، بس انا بحب القرفه باينه فيه يعني. طبعا دي بطاطس اللي احنا ايه دقناها قبل كده. حاطين فيها تتبيله جميله. بطاطس هي يعني حجم الستريبس حجم كبيره قوي بصراحه. الاحجام كلها كبيره في المطعم. من جوه الفراخ شايفين عامله ازاي، لونها ابيض. احنا طالبين مش عارف كله سبايسي صح؟ لا انا طالب ب3 عادي وتقريبا 2 سبايسي، بس مش عارف بقى في
السبايس فين فيه مش عارف ما كله بقى مع بعض مش هتعرف. فين السبايس. احنا هندوق كده ونقول بسم الله. يلا بسم الله. بسم الله. هنا التتبيله كده لها طعم تاني ومختلف. تتبيله قويه. تتبيله حلوه قوي، مخليها طعم الفراخ حلو قوي عن اي مطعم بيعمل فرايد تشيكن صراحه. ده عايز بقى توميه معاها، افتح التوميه كده. يعني هنا التتبيله يعني لها طعم مختلف. فين التوميه؟ هم ضحكوا علينا ولا متوصلين بواحده مليان، واحده مفضلين يعني ديت اخرانه كده، التانيه كانت مليانه، فهم قال لك نعوضوا ديت بديت. حط بقى في التوميه. بس التتبيله يا جماعه اول مره اكل يعني فراخ التتبيله بتاعتها قويه جامد كده. بسم الله. بسم الله. التوميه دي غير التانيه؟ التوميه دي مختلفه. مختلفه خالص. احنا لو دوقناها كده. عارف الصوص بتاع اللي هو كنا جايبين اسمه ايه؟ مش عارف. دي مش توميه؟ مايونيز. مش توميه دي. دي توميه بس ديت المختلفه عن اللي احنا كلناه الاول خالص. انت عمال تحس ان في المايونيز فيها كتير هنا. مم. مع ان الاخرى هنا بص ما فيش توميه كتير. كويس هم ما كتروش منها. يعني انا مستغرب، يعني هم التوميه المفروض الاثنين واحد، بس الصراحه دي طعمها مختلف عن الاولانيه. تاني احلى. فانت ممكن تستغربوا. مم. ممكن يستغربوا لك ازاي ما هي واحد. هي ديت بس ديت طعمها مختلف. لا لا لا، حتى اللي بص فيها اضافات تانية. هنا فاتح خالص، لونه غامق وفي حاجات سمنه. بص بس مش عارف هي هتبان ولا لا. هنا فاتح وهنا غامق. خش على الوجبه اللي بعديها. يلا بينا. يلا بينا على الوجبه اللي بعديها. والغريب بقى يا جماعه ان انا مستغربه في المطاعم اللي هي الفرايد تشيكن، ان اول مره مطعم فرايد تشيكن يعمل وجبات كفته مشويه. انا عاوز اقول لكم ان هو وده غرب كمان اللي هو انت بتقول جمبري. بيعمل جمبري كمان، بس انا الاوردر الجمبري ما كانش موجود الصراحه. فديت معانا وجبه ست في ادي 1 2 3 4 5 5 قطع، 5 صوابع كفته، معاها رز بسمتي ومعاها بطاطس ومعاها عيش كايزر. المفروض ان هو بيجي معاها واحد كولوسلو بس ما هوش موجود. هم تقريبا الناس يحطوا ايه كولوسلو. احنا ندول اول الكفته. ماشي. ندول اول الكفته. بص ادي صباع الكفته اهوت، حجم الكفته، بس دي تقريبا كفته جريل ما هيش كفته مشويه على الفحم. صح كده؟ بس هي مالها كده. بتشد جامد. مالها كده. بتشد جامد. فانا قلت ايه؟ نجرب الطعم ده لحد دلوقتي في الفرايد تشيكن حلو، احنا هنجرب الطعم الاول. بسم الله. لا مدي على برجر. صح يا ابراهيم، تتبيله حلوه مدي على برجر، بس اللحمه بتشد قوي. بصوا يا جماعه، بصوا اللحمه بتشد قوي. عارفين الكفته اللي احنا كنا بنقطعها كده تنزل على طول دايبه معانا. لا ديت مش كفته حاتي. يعني بصوا اللحمه من جوه طعمها مدي معايا على برجر جامد. فيها تتبيله كتير، يعني التتبيله طاغيه عليها. طب احنا لو دوقنا بالرز كده والبصل. وشكل على رأي المثل ادي العيش لخبازه، خليك في الفراخ احسن. هو انا جيت طلبت الوجبه، انا قلت بقى هنجرب بقى نشوف مطعم فرايد تشيكن بيعمل كفته، هنشوف بقى التست بتاعها هيبقى عامل ازاي. بسم الله. الرز احنا ما اختلفناش عليه، رز حلو، لكن الكفته لا. كفته انا نفسي مش هطلبها تاني صراحه. ده انا حاسس يعني باكل جلد او او شفت الكاوتش شكلها فيها بصل ياما. بصوا يا جدعان، المفروض تتقطع. بص المفروض تتقطع مننا كده الصراحه، سميكه ويعني تخينه كده وبتاع بتشد جامد ومش هشه ومش خفيفه كده. انا مش عارف هي ديت يعني دي كفته ولا ده جلد، يعني كاوتش الصراحه. الوجبه ديت يعني مش عارف. الوجبه ايه 2 من 10 معايا. لا الوجبه ديت انا مش هنديلها تقييم ان احنا ما عطيناش حاجه للتقييم، بس هي انا لو رايح المطعم انا هطلب، لا انا هطلب فرايد تشيكن. لا يعني احنا رحنا مطاعم تانية كتير بتعمل كفته بس ادي العيش لخباز زبران ما قال لك خلي الكفته للحاتي وخليك انت في الفرايد تشيكن. نخش على اللي بعديها. يلا بينا. الوجبه اللي بعديها بسمتي وفاهيتا. بصوا يا جماعه الوجبه ديت عباره عن قطع فراخ فاهيتا متشوحه على الجريل، رز بسمتي، صوص باربيكيو، وعليها بصل مكرمل كده. بس الصوص شكله حلو. بصوا هم مكترين في صوص الباربيكيو. يلا نقول بسم الله. يلا يا باشا خش معايا. بسم الله. هنا هو مش عارف يعني البصل هنا كتير قوي، يعني حتى في وجبه برضه الكفته كان البصل فيها كتير. تاخدها من تحت كده. بسم الله. حلو حلوه بس صوص الباربيكيو فيها كتير. البصل عليها كتير. احنا عايزين بس ايه، بس فين الخضار؟ مفيش خضار. المفروض ان هي فاهيتا عليها خضار فلفل الوان وكده، بس ما فيهاش اي الكلام ده. فيهاش اللي هي بصل وفراخ صوص باربيكيو. بسم الله. هي احسن من وجبه الكفته الصراحه. هتخليني تاكل الكفته لا تاكل ديت، لا انا اكل الفاهيتا احسن من الكفته الصراحه. الكفته بصراحه مش حلوه، هي قفلتنا الصراحه، بس في حاجات تانية هتخلينا ايه نتصالح تاني. هو كله لحد دلوقتي حلو الا الكفته.
يلا بينا نخش على اللي بعده. يلا بينا. خلصنا كده كل الوجبات، نخش بقى على السندوتشات. ومعانا هنا بقى يا جماعه سندوتش اسمه ايطاليانو يا جماعه. حجم السندوتش عامل ازاي؟ شكله حلو. مكونات السندوتش يا جماعه: بيف مدخن وموتزاريلا وخيار مخلل وصوص الرانش. احلى حاجه انا بحبها في الصوص كله الرانش. هو السندوتش مخدوم يا جماعه جامد. بص السندوتش، بس انا مش عارف هو إيه يعني اللي على الوش ده ايه. ده أنا مش عارف هو مش اللي راضي على... يتفتح. يعني مش عارف دي جبنه موتزاريلا بقى ولا هو بص يعني هو بص مش عارف هو يعني ايه اللي على وش السندوتش ده. بس بصوا دي يعني جبنه. تقريبا مش عارف اللي على وش بص السندوتش السندوتش ده. من كتر ما مسكت مش راضي يفتح. عامل زي السمنه كده مندوب. بسم الله. دي بتاكل ازاي ده؟ حلو بس مش احسن حاجه. حاسس الفراخ فيه مش ياما. فراخ مش ياما. هو سبايسي، انا طالبه سبايسي. بس الفراخ مش كتيره خالص. بس هي فكره الجبنه اللي عليه ديت مش حلوه خالص. مم. انت لو في مثلا جبنه شيدر كده كان هيبقى احسن من الجبنه الموتزاريلا هي الصراحه. جبنه موزاريلا عامله طبقه سميكه جامد على السندوتش. انا محسسك ان انت ايه بتاكل سمنه مش بتاكل سندوتش. ومغطيه على الطعم بتاع الفراخ. بس هو سندوتش يعني ما هوش الجبنة احسن حاجه. بس انا كنت اتمنى يحط ان هو بدل الجبنه إحنا كنا- الموتزاريلا جبنه شيدر او صوص شيدر احنا كده. كنا سندوتشات اكتر من احلى منه بكتير يعني. بس شغال. هي عيب الجبنه بس دي بس. يلا نخش على اللي بعده. يلا بينا. انا بقى اخر واحد سندوتش يا جماعه وهو بيف مشروم. حجم السندوتش كبير. كبير. مكونات السندوتش زي ما انتم شايفين كده. ده مشروم عليه صوص باربيكيو، جبنه، خيار. حجم السندوتش كبير، قطعه كبيره. ويلا نقول بسم الله، نقسم يا باشا. يلا بينا. كان عايز جوانتي. هو الصراحه انا مش بعرف اكل الاكل بجوانتي. هنا ده خيار مخلل. ده ايه ده؟ مشروم. ده المشروم. بسم الله. بسم الله. قطعه كبيره قوي. يلا نقول بسم الله. بسم الله. بص هو حلو بس الصوصات اللي فيه حلوه. برجر ناشف شويه. البرجر ناشف شويه، ما هوش طري كده زي ما بيقولوا مثلا ما هوش جوسي وكده. انا عندي مشكله معاهم في اللحمه الصراحه. يعني اللحمه عندهم حتى في الكفته كانت ناشفه. هنا برضو البرجر هنا اللحمه فيه ناشفه. برضو يا جماعه البرجر هنا بيعض كده شويه، اللحمه فيه ناشفه. المشروم هو في طبيعته بيعض. يعني المشروم هو في طبيعته بيعض كده، لكن اللحمه هنا والصوص حلو، الخيار المخلل حلو، كل حاجه فيه حلوه. بس قطعه البرجر هنا ناشفه، ما هياش طريه. المفروض البرجر بتبقى طريه وانت بتاكلها كده. تحس ان اللحمه عندهم فيها مشكله. بالنسبه للحمه وبالنسبه للكفته كانت ناشفه كده. لكن الفراخ هي 10 على 10. طيب يا جماعه هنقول لكم الحاجه اللي عجبتنا والحاجه اللي ما عجبتناش، او مش اللي ما عجبتناش يعني ايه اللي احنا ما اتبسطناش منها من الاخر يعني. هي اول حاجه الفراخ كانت تتبيلتها حلوه وعجبتنا. الفراخ اللي بالعظم ديت فرايد تتبيلة- تشيكن كان اه جامد. هي ممكن تكون الكراست بتاعها طري شويه، بس ممكن يكون من التغليف والطري وكده. فالكراست بتاعها ايه طري شويه. التندر او اللي هي الستريبس حلوه. طبق الفاهيتا عجبني. لكن دول اكتر حاجه، اكتر ثلاثه عجبوني. الكفته بصراحه قفلتني خالص من اي كفته. لا الكفته ما عجبتنيش. سندوتش البرجر حلو وكل حاجه، بس كانت يعني قطعه البرجر كانت عايزه تبقى طريه شويه. هتحس ان هي واخده من الكفته اللي احنا كلناها كده. يعني لو كانت طريه هيبقى السندوتش ده حلو قوي. السندوتش الطلياني الطويل ده، وانا مش عارف الصراحه هو اللي فوق ده جبنه موتزاريلا ولا ايه بالظبط. الجبنه الموزاريلا دي يعني طغت على طعم الفراخ نفسها، ما خلتش الفراخ تبان. مش طعمها حلو الصراحه. عامل الطبقه كده قافله السندوتش مش بيعمل. انت عارف انا اتمنى ايه؟ اتمنى ان هم مثلا بدل الجبنه الموتزاريلا حطوا مثلا جبنه شيدر، صوص شيدر كده. دي هتظبط السندوتش شويه. بس يا جماعه كده الحاجات اللي النهارده اللي جربناها من المطعم. فاكتبوا لنا برده في الكومنتات مطعم فين نروحه. ومعلش احنا بنعتذركم عن التاخير شويه، في شويه ضغوط علينا كده. بس يا جماعه الفيديو ده ل 5000 لايك عشان نعمل لكم كل جديد ان شاء الله. وبنعتذر تاني مره على التاخير. يلا اشوفكم على خير فيديو جديد. يلا سلام.